كنت الأول لما آكل ويفيض مني شوية رز ولا لقمتين عيش بستسهل وارميهم في الزبالة. أي أكل أو شرب يفيض على طول ما أفكرش كتير وألمهم كلهم على بعض وبرميهم، لحد ما قعدت مع واحد صاحبي وكنا بناكل سوا، فكان بيلم الرزاية حباية حباية من طبقه، يا إما ياكلهم أو يحطهم في علبة ويرموهم للفراخ مثلا. ولو الأكل نضيف ومش مخلوط صنف على صنف كان يحطهم في طبق بشكل كويس ويقدمه لحد مسكين. وأنا طبعا شايف بواقي أكل ولسه هرميها لقيته بيقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا جوار النعم، النعمة جر للواحد ولم النعمة تلمك. ولازم الإنسان مننا يقدرها ويحترمها ويحترم وجودها، لأن النعمة حساسة ولما حوطتهاش بالشكر ممكن تروح منك. حتى لو حباية رز استهترت بيها، والنعمة لو خرجت من بيت بتعصلك لحد ما ترجع تاني. والشكر مش بإنك تقول الحمد لله وتسكت، لا، الشكر بيكون في تصرفاتك، بإنك تعظم قدر النعمة وتراعيها كأنها كائن حي ولمها وتلملم عليها. ما تسيبش الأكل مكشوف طوال الليل بره التلاجة لحد لما يحمض ويترمي، واغرف على قدك وزود لما تعوز. ولو فاض ما يترميش، لكن حط طبق فل بجنيه ويتغلف ويروح لصاحب نصيبه. واشتري الفاكهة والخضار، خصوصا الحاجات اللي مدة صلاحيتها بسيطة على قد استخدامك. وبلاش وما يهمكش كلام الناس، هم أصلا كده كده هيتكلموا. حتى لو كنت قرآن ماشي على الأرض ده اتكلموا على اللي أفضل منه ومنك، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهيختلفوا عليك. المهم تكون عارف إن نعمة ربنا لها أصول في التعامل معاها، وأقل حقوقها إنك ما تصرفهاش وتهدر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان لما بتقع لقمة على الأرض كان بيمسحها وينفخ فيها 3 وياكلها، لأنه عارف قيمة النعمة كويس جدا. اطبخ بزيادة، ما قلناش حاجة، يمكن يطب عليك حد معرفة أو قريب، ولو ما طبش يبقى الحد محتاج له نصيب ياكل من لقمتك. وعلى رأي المثل كل من أكل الكريم تسره وكل من أكل البخيل تضره. وانت كريم ومش ممكن أبدا هتزعل لما حد ياكل من عيشك. ممكن كلامي ناس كتير تستغرب منه وتفكرني بدققاتي، بس احنا في نعمة كبيرة غيرنا محروم منها. سريرك ورغيفك وبق المية وتليفونك، حتى أمك وزوجتك وأصحابك وأخواتك، كل دي نعم في حياتك برضه. فكل النعم اللي ربنا سخرها لك احترمها وقدر وجودها، صونها تصونك وبلاش تخونها، علشان ما تغدرش في يوم من الأيام وتقرر فراقك. صونها تصونك، وأبويا قال لي لمها تلمك، واوعاك تخونها عشان هي ما تغدرش بيك في يوم من ذات الأيام، لأنها لو قررت تفرقك وخانتك صعب إنها ترجع لك مرة تانية. السلام عليكم.